هل تأثر الاستثمار الكويتي بالأحداث اللي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة وخاصة في مجالي السياحة والاستثمار العقاري؟ الحمد لله من فضل الله، يعني كأضرار الحقيقة لم تكن هناك أي أضرار بالنسبة للاستثمارات الكويتية. الجميع حقيقة يعني مستمر في عمله كما هو. طبعا أنا لا أستطيع أن أقول أنه لم تتوقف بعض الأعمال خاصة في مجال السياحة وغيرها، يعني نظرا لطبيعة الظروف التي كانت موجودة، ولكن كما قلت ليست هناك أضرار. لم ينسحب أحد من أي استثمارات، بل بالعكس يعني كثير من الناس اللي كان عندهم مشاكل سابقة قبل حقيقة بداية الثورة وبعض الشركات الكبرى، ويمكن أشير إلى موضوع أرض العياط والذي كان مشكلة كبيرة في ذلك الوقت، وكنت أتابعها مع الوفود التي تأتي مع رئاسة الوزراء هنا. الحمد لله يعني من أيام الدكتور عصام شرف شكلت لجنة خاصة تتبع سيادته مباشرة، قامت بدراسة هذه أي نزاعات تتم في مجال الاستثمار، والحمد لله يعني الحين نرى نتائج ذلك. حلت هذه المشكلة وفي مشاكل أخرى سوف تحل في مجال الاستثمارات. يعني كل ذلك يؤكد رغبة الحكومة المصرية في الحقيقة أنها تحافظ حقيقة على المستثمرين وعلى الاستثمارات وعلى تشجيع المستثمرين القادمين أيضا. أنا طبعا متأكد أنه إن شاء الله بعد يعني هدوء الحالة هنا ورجوع الأمور إلى يعني نصابها الطبيعي سوف يكون هناك يعني سيل من الاستثمارات سوف يأتي إلى مصر هنا بإذن الله تعالى من الكويت.